كل يوم في العاصمة في تحدياته الخاصة، من زحمة محطات النقل للفرص الاقتصادية اللي ممكن تكون محدودة. مؤخراً والي الجزائر أعلن عن خطة جديدة عشان يواجه هذه القضايا بشكل مباشر. خلونا نحلل سوا إيش تعني هذه التوجيهات لمستقبل المدينة. طيب، في خطة، بس إيش تفاصيلها بالضبط؟ يعني كيف ممكن هذه التوجيهات الجديدة تغير شوارع العاصمة وحياة الناس اللي عايشين فيها يومياً؟ خلونا ندخل في التفاصيل ونشوف. كل القصة بدأت من هنا، من اجتماع للمجلس التنفيذي كان برئاسة والي الجزائر محمد عبد النور رابحي. وهذا ما كان مجرد اجتماع روتيني أبداً، بالعكس كان نقطة البداية لرسم شكل جديد لمستقبل العاصمة. خلونا نبدأ بأول وأهم أولوية حطت على الطاولة: تحسين محطات النقل الحضري. هذا موضوع يمس حياة الآلاف كل يوم، ويعتبر حرفياً العمود الفقري اللي يحرك المدينة كلها. التقييم كان واضح وصريح جدا: خدمات النقل اللي موجودة حاليا في المدينة بكل بساطة ما تؤدي الغرض المطلوب. الاعتراف هذا بالواقع كان هو الخطوة الأولى والأساسية، لأنه حدد المشكلة كقضية عاجلة لازم إلها حل فوري. بس يا ترى إيش هو الدافع الحقيقي وراء كل هذه التغييرات؟ الموضوع أكبر من مجرد تحديث للمباني والمحطات. الهدف الأساسي مثل ما قال هو الارتقاء بالخدمات عشان توصل لمستوى تطلعات المواطنين، وهذا يعني إنه الاستراتيجية كلها محورها الأساسي هو تجربة سكان المدينة. طيب، كيف رح يوصلوا لهذا الهدف؟ الخطة تعتمد على 3 محاور تشتغل مع بعض. أولاً، الصيانة الدورية والمستمرة عشان الخدمة ما تتوقف. ثانياً، الأمن عن طريق نشر حراس لتوفير بيئة آمنة للكل. وأخيراً، النظافة، لأنها جزء أساسي من احترام مستخدمي هذه المحطات. هذه مو مجرد نقاط متفرقة، لا، هي منظومة متكاملة عشان تحسن التجربة كلها. بس تحسين المدينة ما يوقف عند النقل والمواصلات. الرؤية الجديدة تتكلم بعد عن محرك أساسي ثاني للحياة اليومية، وهو الاقتصاد المحلي وكيفية خلق فرص جديدة للسكان. الأداة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف هي شيء اسمه مناطق النشاطات المصغرة. ممكن نفكر فيها كأنها حاضنات أعمال صغيرة منتشرة في الأحياء، يعني مساحات مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة وتساعد رواد الأعمال يبدأوا مشوارهم. والتوجيه هنا كان واضح وحاسم جدا. الكلام مو بس عن تحسين المناطق اللي موجودة الحين، لا، الأمر هو إنشاء مناطق جديدة تماما. هذه دعوة صريحة للتوسع وخلق مساحات اقتصادية جديدة من الصفر. طيب، إيش النتيجة النهائية اللي يتوقعوها؟ الهدف له شقين: أولاً، ضخ حياة جديدة في الاقتصاد المحلي من القاعدة، وثانياً، وهذا يمكن يكون الأهم، هو تمكين الأفراد وتشجيع روح المبادرة عشان الأفكار الجديدة تلاقي فرصة وتزدهر. فلما نجمع هالمحورين مع بعض، النقل والاقتصاد، تبدأ الصورة الكبيرة توضح لنا. فهل إحنا قدام رؤية جديدة ومتكاملة للعاصمة؟ إذن هذه هي الصورة كاملة. بالنسبة للنقل الحضري، الحل ثلاثي: صيانة، أمن، ونظافة. وبالنسبة للاقتصاد، الاستراتيجية مركزة: بناء مناطق جديدة للنشاطات المصغرة، أولويتين واضحات وخطوات عملية لتحقيقهم. وهذا يوصلنا للسؤال الأخير والمهم: كل هذه الخطط على الورق طموحة جدا، لكن هل راح تترجم فعلا لفرق ملموس وواضح في الحياة اليومية لسكان الجزائر العاصمة؟ الوقت هو اللي راح يجاوبنا على هذا السؤال.